السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة لهلوبة وأمورة مع سمور. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الطحينة وبطريقة بسيطة وحلوة خالص وأحسن 100 مرة من الجاهزة، وكإمكانيات متوفرة عندك في البيت. تعالوا نتفرج مع بعض على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة لهلوبة وأمورة مع سمور. النهاردة إن شاء الله هعمل لكم الطحينة. طبعا أغلبية الأكلات يعني مشويات أو أي أكل كده، ملوحة، سمك، تونة، أي حاجة من الأكل ده بيحب الطحينة معاه. طبعا والطحينة الأيام دي ما فيهاش خالص يعني بركة كده وزي كده يعني، لكن لما تعمليها في البيت أحسن لك كتير خالص. انا بعملها من زمان خالص، على طول بعملها، طعمها بيبقى حلو خالص وجميلة، وبيبقى فيها بركة، وبيبقى فيها كتير خالص وناكله منه. بصراحة بتبقى طعمها جميل جدا. وهي عبارة عن كوباية سمسم، نص كوباية دقيق، ونص كوباية زيت، يعني الزيت قد الدقيق، والسمسم هو أكبر حاجة كوباية سمسم. هضربهم مع بعض في الكبة، وهوريكم ازاي هيبقى في شكلهم في الآخر. يبقى معانا كوباية سمسم، ونص كوباية طحينة، ونص كوباية زيت، دقيق، سوري، دقيق. يبقى نص كوباية زيت، نص كوباية دقيق، وكوباية سمسم. هضربهم وارجع لحضراتكم ونعمل مع بعض الطحينة. شايفين حضراتكم ادي اللي انا عايزاه اهو، لا تخين ولا خفيف. لا تخين ولا خفيف، القوام بيجي مظبوط وتمام خالص. طيب هنعملها ازاي مع بعض؟ اول حاجة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط شوية خل، دي خل، نقلب كده كده. هو اول ما بتحط الخل او الليمون بتحسي ان هي بتتخن معاكي ويبقى شكلها غريب، يعني بتبقى بيضة كده. واحط نص عصرة ليمون كده. هو اهو، شايفين حضراتكم؟ شايفين معايا بالظبط كده؟ طبعا كل واحد على حسب ما بيحب، فيه ناس تحب الخل كتير. طيب هحط شوية مية، شوية شوية، اهو زي ما حضراتكم شايفين. شوية شوية نزود مع بعض على حسب القوام اللي انت عايزاه اهو. بجد يعني طعمها جميل جدا وتحفة خالص. طيب هقعد كده اقلب فيها لحد ما احصل على القوام اللي انا عايزاه، وبعد كده اوريه لحضراتكم عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. اهو شايفين حضراتكم القوام اللي انا عايزاه. طبعا ده قوام حلو خالص، شايفين بقت عامله زي الطحينه الجاهزه بالظبط. هحط معايا ملح وكمون وكزبره ناشفه، وهخلطهم مع بعض. ممكن في ناس بتحب تحط الثوم، كزبره خضراء، على حسب اللي متوفر عندك، وعلى حسب انت بتعمليها ازاي. برضك الثوم بيبقى حلو خالص بيه يعني. لو حطيت لها ثوم وحطيت لها كزبره خضرا بتبقى طعمها حلو خالص. كده بقت تمام وجاهزه خالص عندي. هقدمها لحضراتكم في طبق التقديم، ويا رب تجربوها ان شاء الله. الزيت والدقيق عند حضرتك في البيت، السمسم ممكن تجيبيه وهتعملي بيه حاجات كتيره، بس بصراحه الطعم حلو وهتوفري كتير خالص خالص. والتجربه حلوه، يا ريت تجربوها ويا ريت تعجبكم ان شاء الله. وهقدمها معاكم في طبق التقديم. كده يا حبايبي وصلت معاكم لاخر الفيديو. كده الطحينه خلصت خلاص، ويا ريت تعجبكم وكون ضيفه خفيفه على قلبكم ان شاء الله وتجربوها.
ولو عجبك الفيديو دوسي لايك وشير واشتركي في قناتي لأول مرة تشوفين ودوسي سبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.